انت يا حلوة يا قمر، يلي ما ناقصك اي شيء ليتجلى بحياتك احلى شريك حياة يغنجك ويدللك ويكون هيك بيناتكم مودة ورحمة وتكونوا سكن لبعض. بدي اقول لك سر مهم جدا عم بغيب عن كثير من الصبايا، بلاقيهم مشغولين ومنشغلين انه يكتبوا صفات شريك الحياة. لا يا حبيبتي، لا، مش هيدا هو المهم. المهم انه انت تعرفي بالضبط انت ليش بدك تتزوجي، ليش بده يكون في شريك بحياتك، شو هي المشاعر اللي بدك تحسيها مع هيدا الانسان. بدك تحسي بالامان، بدك تحسي بالاحتواء، بدك تحسي بالحب، بدك تحسي بالاتصال، بدك يمكن تستمتعي انت وياه وتشاركي انت وياه احلامك. فما تأجلي الموضوع، اليوم امسكي مدونتك مع فنجان شاي فنجان قهوة وقعدي اكتبي فعلا انت شو محتاجة انك تشعري مع هيدا الانسان، واطرحي من بعدها هيدا السؤال: انا شو يلي مانعني اني اعيش هيدي المشاعر اليوم؟ وبعدين اسألي كيف بقدر اني اجسد هيدي المشاعر كل يوم ولو 1%. لانه بوعدك اذا انت رح تضلك منتظرة للشريك والزواج هو يعطيكي هيدي المشاعر، فانت عرف حالك انك انت بالناقص، والناقص ما رح يجذب الا شو؟ ناقص. هلا اذا انت حابه انك تشتغلي بالاعماق على تحرير كل المشاعر انه انا مش كفايه ومشاعر الذنب والعار والمخاوف اللي عندك اياها عن الزواج او اللي عم تمنع انه الزواج يتجلى بحياتك، فانا صممت لك باقه رحله التوسع والعوده للقلب. اذا حابه تعرفي تفاصيل اكثر ابعتي لي كلمه توسع وانا ببعث لك التفاصيل على الخاص.